بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. بعد مباراة الزمالك امبارح والفوز على سموحة اللي قلب مرة واحدة بقى نادي تشيلسي، تحس ان سموحة دخل الماتش دوت وهو بيمثل مسرحية شكسبير بتاعت أكون أو لا أكون. ليه؟ ما اعرفش، غل كروي عادي جدا، ما بيعملش الغل دوت قدام أي فرقة تانية غير الزمالك، عادي جدا. انبي ما بيكسبش أو يتعادل أي فرقة وما بيلعبش بغل إلا قدام الزمالك، عادي جدا. يخسر 3 عادي جدًا. هدم في النادي والنادي ما بيتهدّش وده عادي جدًا، جدًا. ميديا الأهلي طالعة تقلل من إنجاز الزمالك لإن هم هيفرقعوا وده عادي جدًا، جدًا. تحس اللي هم أي حاجة الزمالك بيعملها إيه يعني، يقوم جايين قالبين الآية عليهم، يقول لك ده إحنا أسوأ موسم فني للأهلي، إحنا أسوأ موسم فني للأهلي وكسبناكم 3-0. فرقة فيها كل اللعيبة دي وعندهم أسوأ موسم فني، أمّال إحنا نبقى إيه؟ تخيّل من جمال وعظمة الزمالك اللي هم مبسوطين أوي اللي هم كسبونا، تخيّل من جمال وعظمة الزمالك اللي هم مبسوطين أوي اللي هم في أسوأ موسم فني ليهم، هم عندهم 50 نقطة وإحنا عندنا 53 نقطة، أنت تخيّل الحكاية دي؟ تخيّل اللي هم مبسوطين أوي اللي هم لحد دلوقتي الدوري الزمالك لسه ما حسمهوش، الزمالك لسه ما حسمهوش، الزمالك لسه ما حسمهوش ده أحمد كلاحة اللي هو بيطلع يقلِّس على لعيبة الزمالك بس، اللي هو ما بيعملش ترند إلا على نادي الزمالك بس، اللي هو ما بيعملش ترند إلا على لعيبة الزمالك بس، أحمد كلاحة، ما أنا مسميه أحمد كلاحة، طلع قال في أول الموسم لا، 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 طلّع الزمالك برّه الحسبة خالص، أمير هشام قال له: "بس ده تاريخ." قال له: "هو التاريخ أخد مركز تاني السنة اللي فاتت؟" قال له: "أخد مركز تاني السنة اللي قبلها." بس هو ما كمّلش، المفروض كان يقول بتاريخه أخد دوري سنتين ورا بعض، بس عشان هو كِلِح وبارد، إنسان كدهوّة خنيق، إنسان كده تشوفه ييجي لك كرشة نَفَس، ما أعرفش كان لعيب كورة إزاي. كابتن مجدي عبد الغني اللي كان يطلع يقول لا، 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 لا الزمالك ولا تالت ولا رابع ولا أي حاجة من الحاجات دي، دلوقتي ميديا الأهلي طالعة بتقول ده الزمالك ما حسبش الدوري لسه، في أسوأ موسم فني للأهلي، أمّال فين كلامكم اللي كان أول السنة؟ أمّال فين يا نسر ونسر الأهلي جه؟ أمّال فين الفرق اللي ركابها بتخبط في بعض؟ أمّال فين الفرقة المرعبة اللي لو كسبت 3 بس الفرقة التانية هتكون مبسوطة؟ أمّال فين الفرقة اللي أفريقيا كلها مرعوبة منها؟ فين الكلام ده كله؟ والّا أنتم بتحبوا بس تقللوا من أي فرقة تاخد بطولة قدّام منكم؟ يعني أنتم بتحبوا تقللوا من أي فرقة تاخد أي بطولة، لا، لا يا عم إحنا عندنا منه كتير، يا عم إحنا مش عارف إيه، وهُم من جوّه بيغلوا، بيغلوا، مبسوطين أوي اللي هُم كسبوا الزمالك 3 في أسوأ موسم فني ليهم. طب ما تيجي كده نشوف كدهوّة موسم الزمالك عامل إزاي، تعالَ كدهوّة نشوف موسم الزمالك عامل طب فرقة الزمالك عاملة إزاي، تحس اللي هي فرقة مُعتمد جمال عمّال يرقّع فيها، بيرقّع فيها حرفيًا. wing left أساسه باك ليفت، wing right أساسه مهاجم، باك يمين أساسه مدافع، 8 أساسه wing باك ليفت. أنت بتتكلم في إيه؟ أنت بتتكلم في إيه؟
ده الوحيد ده رقم ده الديفندر الوحيد اللي في الزمالك أساسه 8. أنت بتتكلم في إيه؟ موسم فني إيه اللي أنت بتتكلم عليه؟ خلّي عندك دم. أنا هاقول لك زي ما الجمهور ما بيقول لك خلّي عندك دم يا أخي، واستحي على دمك واتكسف. اتكسف لمّا تيجي تقول فرقة فيها اللعيبة دي كلّها ومصروف عليها مليارات، وهيجددوا لحسين الشحات ب70 مليون في الموسمين، تيجي تتكلم عليّا أنا، يا اللي جايب لعيبة شوية لعيبة بالتقسيط. يا راجل اتكسف على دمك وأنت بتتكلم على الزمالك الفرقة اللي ما فيهاش غير 15 لعيب، منهم لعيب اتصاب عمر جابر ومش لاقيين باك يمين، بنلاعب عيل ناشئ والباك اليمين التاني مدافع أصلًا. يا أخي اتكسف على دمك، ده إحنا عندنا لعيب عنده 40 سنة بيجري أحسن من لعيبة عندك بتاخد 100 مليون. يا أخي اتكسف على دمك وأنت بتتكلم على الزمالك وفرحان إن أنت كسبته. ده أنت لو كنت قابلتني من 5، 6 مطوشة بس قبل الإرهاق اللي هيحصل كنت رزعتك، وأنت عارف كده ومتأكد. يا راجل ده أنت كنت داخل الماتش وأنت مرعوب، وعندك كل اللعيبة دي، مرعوب من فرقة فيها 15 لعيب، مرعوب من فرقة المدير الفني بتاعها بيرقّع الفرقة عشان تمشي. يا راجل ده أنت مرعوب من فرقة المركز الوحيد اللي فيه لعيبة احتياطي هو مركز حراسة المرمى. يا راجل ده أنت الماتش اللي فات ماتش سموحة بيزيرا نزل الشوط التاني اتصاب بعد 20 دقيقة، الراجل مش لاقي حد ينزّله على الدكة، أمّا نزّل لعيب ديفندر مكانه، حتى اللعيب اللي نزّله اتصاب. يا راجل اتكسف على دمك وأنت بتتكلم على الزمالك، عشان تعرفوا بس يا جمهور الزمالك، الزمالك ده قد إيه عظيم وعامل لهم هنا أهوّة تربنة. تقول لي بقى أنت بتاخد بطولات قد إيه، مش عارف إيه، اللي بيتكلم على البطولات دوّة، لو أنت بتتكلم يعني على بطولة الدوري، الزمالك في 6 سنين آخد بطولتين دوري، أنت واخد 3. إن شاء الله رب العالمين نكسب البطولة ديّة يبقى 3، 3 لو أنت يعني بتتكلم على البطولات. تقول لي بقى أفريقيا ومش أفريقيا ومش عارف إيه، ده لو أنت عندك كدهوّة الظروف الإدارية اللي عندي في ال20 سنة اللي فاتت تيجي تكلمني. لو أنا عندي الفلوس اللي عندك أنت بظروف إدارية منيلة هاخد البطولات اللي أنت خدتها. بس عشان بس جمهور الزمالك يعرف قد إيه النادي ده عظيم. دي حاجة، الحاجة التانية تعظيم سلام مُعتمد يا جمال. مُعتمد جمال ده يا جماعة قد إيه راجل عظيم. مُعتمد جمال ده قد إيه مدرب يعني الناس كلها حاباه عشان ربنا بيحبه. مُعتمد جمال دوّة قد إيه راجل يعني بيعمل من الفسيخ شربات. الله يكون في عون مُعتمد جمال، الله يكون في عون اللعيبة، والله يكون في عون الإرهاق اللي إحنا فيه واللعيبة فيه. ده إحنا كجمهور بننهج من كتر ما بنتفرّج على المُطوشة، إنما إحنا عندنا رابطة أندية، رابطة فِجل مش رابطة أندية، أقسم بالله لو الأهلي بيلعب ما كان لعب الماتش ده قبل نهائي أفريقيا، كان الماتش اتأجل له، والنهائي كان اتأجل له مش 4 أيام، كان اتأجل له 5، 6 أيام، ومدرب الربع كفتة مدرب المنتخب بتاعنا كان أجل المعسكر مش مشكلة ده الأهلي، إنما الزمالك لأ أنا عايز المعسكر يوم 22 يوم 20 بالليل المعسكر بعد الماتش. ليه؟ عشان ما فيش عدل. إحنا لو في بلد فيها عدل في الكورة ما يحصلش اللي بيحصل ده. لمّا إحنا نروح نهائي بطولة أفريقيا، نهائي بطولة الكونفدرالية، والفريق اللي قدّام مننا متأجل له ماتشين 3 ومريّح 9 أيام وإحنا لأ، ده يا راجل حرام عليكم، حرام عليكم اللي أنتم بتعملوه مع الزمالك ده. ده الزمالك ده ما فيهوش غير 15 لعيب، 15 لعيب بيلعبوا بالعافية، بالتيلة، بس عشان أنتم كتر الغِل اللي عندكم من ناحية النادي غير طبيعي. غير طبيعي، أنا ما شُفتش في حياتي فريق الناس كلّها بتغِل منّه بالطريقة دي، ما شُفتش.
أنا ما شُفتش في حياتي فرقة كل أمّا تيجي تلاعب فريق يبقى الفريق بينزل بغِل غير عادي، بغِل غير عادي، وفي الآخر ييجي يقول لك أصل الأهلي المبادئ، أنتم ما عندكمش مبادئ، أنتم ما عندكمش مبادئ. لمّا أنتم تيجوا تفضلوا تزوّروا كدهوّة في الحقايق وتفضلوا تكدبوا على الناس، أمّال أنتم بتصلّوا إزاي؟ أمّا أنتم تفضلوا كده تكدبوا على الناس، بتكدبوا ليه طيب؟ وييجي في الآخر يقول لك ده موتسيبي لازم يشوف حل ويغيّر اللوائح عشان الأهلي يلعب بطولة أفريقيا، ليه؟ على راسه ريشة، ما تلعب الكونفدرالية، هي مش الكونفدرالية ديّة كانت حلوة يوم ما خدت نادي القرن، والّا الكونفدرالية ديّة كانت وحشة وكُخّة؟ ما إحنا عايزين نعرف هل الكونفدرالية دي جميلة وحلوة والّا وحشة وكُخّة، والّا هي جميلة وحلوة بمزاجكم ووحشة وكُخّة بمزاجكم؟ إن شاء الله رب العالمين هتخسروا ماتش المصري أو هتتعادلوا بإذن الله. بإذن الله بس عماد النحاس يعني ما الواحد ما إيده منه والقبر يعني. ألف مبروك لجمهور الزمالك وفضل على الحلو تَكّة، وبإذن الله إن شاء الله بعد بطولة نهائي الكونفدرالية إن شاء الله هنكسب سيراميكا، واتفرّجوا على كمية الإشاعات اللي هتطلع اليومين الجايين دُولة بس إمتى، بعد يوم السبت. إن شاء الله رب العالمين الزمالك يعمل نتيجة حلوة، هتتفرّج على كمية إشاعات طالعة على الزمالك وضرب نار ومفرمة، هيفرموا الزمالك في السوشيال ميديا، والإعلاميين طبعًا يعني إعلاميين أنا مش قادر أتخيّل الإعلام الرياضي في مصر دوّة إيه كمية النفاق دي، إيه كمية النفاق اللي في الإعلام دي، أنا ما شُفتش كده أهو. ألف مبروك لجمهور الزمالك اللي بيفهم، جمهور الزمالك اللي بيتضرب بيه المثل من أول الموسم، ولمّا جمهورهم هو حضر ماتشين طلعوا بيهللوا بمسكين سجاط، مش متعودين على كده، إحنا متعودين على كده أهو، فبالنسبة لنا الجمهور لمّا ما يروحش بالساعة الكاملة ده بالنسبة لنا مفاجأة، الجمهور ما راحش بالساعة الكاملة دي حاجة ده خلل كده أهو. إنما الساعة الكاملة ده عادي بالنسبة لنا، إحنا اتعودنا على الجمهور ده، والجمهور ده عوّدنا على كده أهو، أنا واحد من الجمهور كنت باستنى الزمالك ييجي إسكندرية يلعب مع الاتحاد أو الأولمبي أو الكروم أو حرس الحدود باروح الماتش، إحنا اتعودنا اللي إحنا نروح المدرجات، إنما أنتم بلاش نقول اتعودتوا على إيه، مبروك لجمهور الزمالك، مبروك لجمهور الزمالك، مبروك لجمهور الزمالك، ومبروك للعيبة الرجالة أوي، 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 وأتمنى من بعد ماتش اتحاد العاصمة ما حدش ييجي يقول أصل أداء اللعيب ده كان وِحِش، احمدوا ربنا اللي اللعيبة دي لسه واقفة على رجلها لحد دلوقتي، سلام.